ايه هي فوائد الصيام المتقطع في اقل من 10 ثواني؟ طبعا بيساعد على النزول في الوزن، وبيعلي الحرق، وبيعمل عمليه تجديد او تصليح للخلايا، بيحسن صحه القلب، بيخلي المخ يفانكشن او يشتغل بطريقه افضل، بيعلي التركيز، وكمان بسيط لان ما فيهوش حسابات كتير في الكالوريز. ببساطه دول الكلمتين اللي لو دخلت عملت سيرش على اي حاجه في الدنيا هتلاقيهم طلعوا لك. طب هل هي دي الفوائد بس؟ يعني هل الموضوع كام نقطة كده وخلاص؟ في حاجات تانية كتير بس مش هتحسها وتفهمها غير لما تجرب الصيام المتقطع وتمشي عليه لمدة شهر أو حاجة. أهمهم الانضباط، هو بيخليك تعرف تمسك نفسك ازاي. الأكل شيء ممتع وحاجة حلوة جدا، مفيش حد فينا ما بيحبش الأكل، ولكن موضوع إن أنت تصحى تفطر، بعد كده تستنى شوية تروح الشغل تاكل حاجة حلوة، ترجع تتغدى، تنام، تصحى تتعشى، انت اصلا ما بتلحقش تجوع. انت مكنه شغاله، كل لما دماغك بتهفك على حاجه بتقوم داخل واكلها. عايز حاجه حلوه ماشي، عايز مشروب ماشي، عايز تتغدى يلا تجرب محل النهارده ماشي. ولكن لما يكون في سيستم، في صيام، وفي عدد ساعات معين سواء 16 ساعه او 18 ساعه انت ماسك نفسك فيهم عن الاكل بس، بتشرب بس، دي حاجه بتخليك تعمل انضباط لنفسك، بتخليك تمسك نفسك ازاي تسيطر على الجوع او الشهوه بتاعه الاكل اللي على طول شغال 24 ساعه. رقم اتنين، بما انك بتجوع جدا، بتقعد 18 ساعة مش واكل، فبتبقى فعلا جسمك محتاج ياكل. يعني انت بقى بيبقى نفسك في الاكل، مش انت على طول شبعان فخلاص بقى اي حاجة موجودة بتحطها في بوقك وخلاص، لا. فانت برضو لما بتيجي تاكل انت بتاكل بمزاج، زي ما بناكل في رمضان كده بتبقى جعان جدا، فبتبقى عايز حاجة بقى على مزاجك. فانت برضو لما بتيجي تاكل بتاكل كويس. لكن انت طول ما انت شبعان، انت ولا بتعرف تخلص احتياجك من البروتين، وبتدخل اي عك في جسمك، ممكن تاكل حاجه حلوه فتعمل لك كريف وتروح تاكل اكتر. لكن لما يكون في صيام ولما يكون في سيستم انت ماشي عليه، بتجوع كويس، ولما بتاكل كويس. الميزه الثالثه والمهم جدا، هو بيخليك تشرب كتير. انت بتقعد 18 ساعه مفيش قدامك غير شرب، فانت غصب عنك بتشرب. الميه دي من الحاجه اللي احنا تقريبا كلنا بننساها. حتى لما بتحب تفكر نفسك تحط نفسك ازازه على طول، انت لو ما عطشتش مش هتشرب. لكن في صيام متقطع انت مفيش قدامك غير الميه، فتلاقي على طول بتشرب ميه كتير، وده طبعا بيحسن كل وظائف جسمك. الحاجه الرابعه ان انت لو هتصوم 18 ساعه وتفطر 6 ساعات، انت ما بتلحقش تدخل كالوريز اكتر من اللي انت بتحرقها، فغصب عنك هتخس. انت في 6 ساعات اخرك تقريبا هتاكل مرتين، كده كده هتبقى مستحرم تعك ان انت صايم 18 ساعه، فاكيد مش هتاكل في ال6 ساعات، مش هتقعد تعك في حلويات او مخبوزات او حاجه، يعني حاجه تبوظ لك اللي انت عملته ده. فهتحاول تاكل وجبتين محترمين قوي، وتحاول تظبطهم على قد ما تقدر عشان تاخد كل احتياجك الناقص، فبيمنعك من العك. فمن الاخر انت كده كده هتعرف تنزل وزن. شرب الميه كتير بينزل وزن، الصيام كتير بيعلي الحرق، ولما تيجي تاكل مش هتعرف تاكل كتير، فكده كده هتنزل في الوزن. العيب الوحيد اللي انا بشوفه ان انت لو بتبني عضل، انت غصب عنك مش هتعرف تدخل كالوريز اكتر من اللي انت بتحرقها، فهيبقى صعب تزيد. الحاجة التانية ان انت لو بتبني عضل برضو هتحتاج تدخل بروتين انتيك معين، تقريبا المينيمم هيبقى 130 جرام 120 جرام. صعب قوي تدخلهم في 6 ساعات، الا لو هتاكل مثلا 4 وجبات، هتاكل كل ساعة ولا كل ساعة ونص، مستحيل. فدول العيبين الوحيدين اللي انا قابلتهم وانا بعمل صيام متقاطع. بس جرب، مش تخسر حاجة. هو الصيام عموما مفيد جدا. قصه ان انت تشرب ميه كتير دي حاجه حلوه جدا، ان هو هيعودك ان انت تمسك نفسك عن الاكل، حاجه كويسه جدا. حتى لو قعدت شهر وبطلت، بس انت خلاص بقيت عارف ان انت تقدر تقعد وقت طويل من غير اكل، فهتقدر تعمل ده في يومك العادي. ده ببساطه تجربتي مع الصيام المتقطع. جربوا لو ما جربتوش قبل كده، واكتبوا لي لو في حاجه انا نسيتها في الكومنتس. سلام.